الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بكم قناتي أفكار وبدايات جديدة. تحضيرات طبعا ضروري منهن. أنا حضرت الشيرة، هو العسل طبيعي مثل الطبيعي، حاولوا إنكم تجربوها. دمجت لكم كم وصفة في وصفة. حضرت الكراميل، حضرت جوز الهند، هتشاهدوها إن شاء الله معايا. شاهدوا الفيديو للآخر، مفيش حاجة طويلة، مفيش حاجة مملة. فيديو بإذن الله حستفادوا منه، خفيف عليكم، وكم وصفة دمجت لكم في فيديو واحد. تمام. معايا طبعا العسل 5 أكواب سكر، 4 أكواب مية. طبعا قلبيهن على البارد قبل ما ترفعين على النار، قلبين على البارد، حاولي إن السكر يذوب معاكي. تمام. حطيته طبعا على النار أنا. ضروري تكون النار وسط. خذي كسرولة ثانية أو طنجرة ثانية. خذيت كسرولة، حطيت فيها كوب سكر، هنكرملها على النار. هنرفع كوب السكر. الكوب السكر بيقارب 200 ملي. تمام. حطيتها طبعا، هنرفع على النار. حطيتها على النار. النار خليها وسط، وخليكي ضروري الكراميل أهم شي السكر ما ينحرقش منك. خليكي يدك فيه، حركي قلبي السكر. طبعا ضفت أنا ما يقارب من نصف ليمونة. لو كانت ليمونتك كبيرة ضيفي نصف ليمونة، أنا ليموناتي صغيرات، حطيت ليمونتين قطعتهن على 4 وضفتهن مع العسل. العسل أنا طبعا مخليته على نار وسط علشان يغلي معايا. خليت السكر حطيته على النار وحنخليه على وسط، وحنقلب كويس لعند ما يتكرمل معايا السكر. تمام. بس حاولوا انكم في المرحلة هذه تكونوا شوي حذرين. هناخذ ما يقارب من مغرفة او ملعقة. تمام. مغرفة من العسل. شوفوا معايا العسل وصل لدرجة الفوران. لما يوصل درجة الفوران هناخذ منه معايا ما يقارب من ملعقة او من نصف كوب. هنحطها طبعا هحطها على الكراميل. لما يتكرمل معايا الكراميل وهيعطيني اللون البني الحلو. تمام. هننزل عليه بالعسل. اهم شيء انزلي ووطي النار على الاخر، خفضيها النار. تمام. خليها على نار هادية وانزلي عليها بالعسل. اهم شيء، لان طبعا النقطة هذه مرات تسبب لك بحروق ولا اي شيء، عافانا الله ويحفظكم ان شاء الله. اهم شيء خليكي حذرة وابعدي شوية على الغاز ونزلي. تمام. نزلت انا عليها بالشيرة او العسل، نزلتها على الكراميل. هنحركه طبعا هنقلبه كويس. هنرد النزلة على الطنجرة اللي فيها العسل. جربوها الطريقة روعة مثل العسل الطبيعي بأمانة. طبعا العسل الطبيعي هذا عسل ثقيل شوية. طبعا نحن عارفين ان الكنافة والبقلاوة والبكلاوة كلهن يبن عسل شوية ثقيل، إلا البسبوسة بس هي اللي تبي عسل خفيف. ممكن طبعا لما تبي تضيفي البسبوسة بتضيفيه على البسبوسة، خذي منها شوية على كسرولة وضيفي شوية مية وخففيه العسل عادي، مش مشكلة. بس أنا هذا العسل خصص فيه للكنافة والبكلاوة. سكر المكرمل الكراميل هنخليها ما يقارب ربع ساعة، يعني لين يوصل لدرجة الفوران ويتقل معاكي شوية. طبعا هننزل وهنخليه يبرد على جنب. طبعا هنعبيه في عبوات زجاجية طبعا معقمة ونظيفة العبوات، وهنحتفظ بيه برا التلاجة عادي. ما تحطيشي في التلاجة، حتى لو حطيتيه في التلاجة مش هتلقيه السكر مش هيفصل ولا اي شيء. بس انا احتفظت بيه عادي في الدولاب، ما احتفظتش بيه، ما حطيتش في التلاجة. وشوفوا قوامه، انا خليته لين يبرد وعبيته طبعا في العبوات الزجاجية. قوامه مثل العسل الطبيعي صراحة. حاولوا انكم تجربوه، والله مش حتندموا بإذن الله. واكتبولي في التعليقات، جربوه واكتبولي في التعليقات انكم جربتوه ونجحها معاكم بإذن الله وحتحبوه. حطيت كوبين سكر، ذوبتن على النار، كرملتن، نزلت عليهن ب4 قطع من الزبدة. حاولي إنه ضروري تقلبي عشان الزبدة هي اللي حتخليلي ليونة في الكراميل، مش هيسكر معاكي الكراميل أو يفصل. وضيفي عليه 200 ملي من الكريمة. قلبتن كويس ما يقارب من أقل من ربع ساعة ونزلته مع النار. واحتفظت خليته يبرد واحتفظت بيه. شوفوا لما برد ما السكر ما كتلش معايا ولا أي شيء، واحتفظت بيه في الحفاضة. شوفوا العسل الطبيعي خيال بالكل. حاولوا انكم تجربوه، والله مش حتندموا نهائي.
خذيت جوز الهند. طبعا جوز الهند أنا حمرته على النار، تمام. خذيت طاجين حطيته فيه هني على نار وسط، وخليه قلبي ما تتركش نهائي، أخليه ياخذ اللون البني الحلو، علشان لما تزيني بيه أي شيء أول شيء طعمته حلوة، هيعطيك حتفرق شوية على الأبيض، وفي نفس الوقت يعني تزيين. احتفظت بيه في حفاضة وحطيته في الفريزر. نزلت عليه بالعسل والكراميل، هنحركه ونقلبه كويس ونخليه طبعا لين يتقل. طبعا احتفظت بيه حفاضة وحطيته في الفريزر. طبعا خليته يبرد، احتفظت بيه بحفاضة عادي أي نوع حافظة عندك. أنا البلاستيكيات هذين عندي بصراحة حطيت فيهن واحتفظت بيها في الفريزر. كمية كويسة ممكن تزيني بيها تورتة، تزيني بيها أي شيء حلو. لما يجي جوز الهند واخذ اللون البني في التزيين حلو جدا. يعني تشوفوا كم وصفة: كراميل، جوز الهند، العسل الطبيعي، خيال. تمام. ودرت المكسرات تشوفون معايا في الفيديو. عملت مكسرات طبعا طريقة حلوة وسريعة. أنا اللي بنحمر اللوز، خذيت اللوز الأحمر والكاجو، تمام. حطيت ورق زبدة، حطيتهم في طاجين وحطيتهم في فرن على درجة حرارة 180. مخذش مني أقل من 5 دقائق تحمر. نزلته حنفرمه في المفرمة. هذا كويس يكون جاهز ويختصر عليك الوقت والجهد، ويكون جاهز بتحشي بكلاوة بتزيني أي شي بيكون جاهز. طبعا فرمت الكاجو هخليه على جنب، وحنفرم اللوز. أفرميه بس ما تفرميشي ناعم، تفرميشي بودرة، خلي فيه حبات شوي، يعني أنا ما نزلتش عليها في المفرمة، تمام. وحتشوفوا معايا، شوفوا مش بودرة، تمام. ممكن الإضاءة بس مش واضحة معاكم، بس مش بودرة، تمام. وحنفرم معايا اللوز طبعا، وحنخلطه في عبوة زجاجية، وحنحتفظ بيه برا أو في الثلاجة أو في الفريز عادي. بس لو بتحطوا حطوا في الفريزر، لأن في الثلاجة يعني نحفظ في الثلاجة المكسرات لأ، غلط يعني، تمام. بس أنا خليته برا احتفظت بيه عشان لما بنزين أي شي كاستردة بتزيني، بتعملي بكلاوة، بتعملي كنافة، بتكون عندك المكسرات جاهزة وجنبك. طبعا أنا خلطت الكاجو مع اللوز قبل نبي نحطهم في عبوات وحدهن، بعدها خطرت علي الفكرة إني خلطتهم في نفس العبوة، تمام. وإن شاء الله الفيديو تكونوا استفدتوا منه. وحاولوا إنكم يعني شوفوا عملنا في الفيديو كراميل، عسل طبيعي، حمرنا جوز الهند شوحناه يعني على النار أعطانا اللون البني الحلو. عملنا المكسرات يعني 4 وصفات في وصفة، وإن شاء الله تستفادوا. وطبعا العسل يعني بصراحة قمة، حاولوا إنكم تجربوه. والكراميل مضبوط على الآخر، أهم شي قطعة زبدة. إن شاء الله أنا ما حبيتش ننزل كل شي وحدة، حبيت إني نضمه في فيديو واحد، وإن شاء الله تستفادوا منه. وكل عام وأنتم بألف خير، وينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. وإن شاء الله نلتقي بكم في شهر رمضان، إن شاء الله حيكون كل يوم فيديو بإذن الله لو قدرني الله عليها. ويعاد عليكم بالصحة والعافية، ومع السلامة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.